هذه محجبة؟ لا. هذه محجبة؟ لا. بعلمكم المسميات الصحيحة للحجاب. هذه المرأة يطلق عليها امرأة محجبة، والحجاب في اللغة العربية هو الستر أو الحاجز، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الرجال لما كانوا يستفتون أمهات المؤمنين رضي الله عنهم بالأحكام الشرعية كانوا يستفتونهم من وراء حجاب، يعني من وراء حاجز، وهذا كان حجاب أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. وإذا كنت تلبسين كذا الله يثبتك، بالله عليك لا تصورين نفسك وانت تتمايعين وتسوين قلوب بيدينك وما أدري وشو، لأن قبل ما إنه يكون الشيء يفشل هذا ما يجوز. تمام؟ والحشمة مو فقط حجاب، الحشمة حركات، الحشمة مشي، الحشمة صوت، مو بس حجاب. وهذه المرأة كلنا نعرف إنها امرأة منقبة، لكن يا بنات حركات نقاب التوس ويبان صدرك ما نبيها، وحركات داخلين كل الطرحة جوا العباية ما نبيها. وما يصلح توسعين النقاب من منطقة العين، النقاب أصلا عشان تشوفين الأشياء. ويا بنات إذا تحطين مكياج بعيونك وأنتي منقبة ترى هذا يعتبر تبرج. نجي عند هذه المرأة كثير يسمونها محجبة. لا، هذه المحجبة، هذه ليست محجبة، هذه سافرة. المرأة التي تكشف وجهها سافرة. وأيضا حركات تغطين كل شعرك وتبينين جسمك مفاتنة ما يجوز، يعني بتقنعيني إن شعرك يفتن أكثر من جسمك ما يجوز. وحركات تحطين مكياج وانتي مغطية كل شعرك ما يجوز، يعتبر تبرج. في حاجات كثير يسوونها بنات، وخاصة أشوفها في البلدان العربية، الله يهديهم ويصلحهم. نجي لهذه، هذه داخلة واسطة، هذه لا هي محجبة ولا هي منقبة ولا هي سافرة، هذه متبرجة للأسف، الله يهديهم يا رب. وكثير بنات أعرفهم شخصيا يلبسون كذا ويقولون إحنا محجبات، وأقول لهم لا أنت مو محجبة. يقولون طيب إيش اللي في راسنا؟ حبيبتي اللي في راسك خرقة، هذه مو بحجاب، هذا خرقة. فإذا كنتي كذا نصيحتي لك روحي أمام المرآة واسألي نفسك: هل هذا كان حجاب الصحابيات رضي الله عنهم؟ هل هذا حجاب أطلع فيه أمام الرجال الأجانب؟ وقبل كل هذا هل هذا حجاب تقدرين تصلين فيه؟ الله يهديكم يا رب.